السلام عليكم. بعيدا على داكشي كامل اللي اخباركم ديال القناه، اليوم غادي نهضروا على موضوع حصري بزاف وكيهم الوحده الترابيه ديالنا، صحراؤنا الغاليه. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش يعني تحت عنوان اسرائيل تعترف بمغربيه الصحراء وتوجه صفعه جديده للنظام الكبرناتي العسكري في الجزائر الجنوبية، أيضا الجزائر الشمالية. إخوان، كنا دائما كنقولوا في أي مواقع التواصل الاجتماعي كتبقى تهضر مع شي جزائري كيقول لك إسرائيل نتوما اعترفتوا بها وطبعتوا معاها وديك الهضرة ديالهم وعطاتكم أسلحة وتقويتوا بها وبزاف، راها ما تعرفكمش بمغربية الصحراء. اليوم الإخوان واحد الصفحة جديدة كيوجهها رئيس كنيسة الإسرائيلي في مدينة الرباط في المملكة المغربية الشريفة عبر خطاب متلفز مباشرة يعترف فيه رسميا بمغربية الصحراء، كيوجه واحد الصفعة جديدة للنظام الكبرناتي، كيوجه الإخوان صفعة يعني ما يمكنش النظام العسكري انه يتقبلها. وهذه كردة فعل على دوك الناس اللي كيقول لك وحقا ما حقا نتوما اعترفتوا بهم هما ما اعترفوش. ها هي اليوم الإخوان وصلنا لها رسميا، اسرائيل عبر اكبر واحد يعني الرئيس ديال الكنيس ديالهم، بحال بغيت تقول البرلمان ديالهم، كيخرج وكيعترف بصحراء ماروكان، الصحراء المغربيه الغاليه، بانها ارض مغربيه يصفع بوليخاريو وايضا الدميه ديالها وصانعتها الجزائر. هذه من طبيعه الحال غير الرساله دوك الناس اللي كيقول لك حقا ما حقا اسرائيل ما اسرائيل، هاي اليوم كتعترف بمغربيه الصحراء وكدعم المغرب في الصحراء ديالو. فيلكم نتوما اشنو واقع عندكم تما؟ انتظروا الاخوان الصفعه اللي يتلقاها النظام العسكري باش تخرج اسرائيل وعاد اعترف بجمهوريه القبائل.